السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الاول كده برحب بكل المشتركين الجداد معانا والمشتركين القدام طبعا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله اقدم لكم كل جديد وكل مفيد، ومش هقدم لك اي وصفة الا لما اكون انا مجرباها مرة واتنين ومتأكدة من نتيجتها، علشان لما تيجي تعملي حاجة تعملي من ورايا وانت مطمنة، وان شاء الله تدعونا دعوة حلوة من قلبكم. فان شاء الله النهاردة هنعمل حاجة كده من اساسيات المطبخ ان هي تكون موجودة عندنا، ان احنا هنخزن الملوخية، بس احنا مش هنخزنها في الفريزر، احنا بنحب الملوخية الناشفة. فطريقة الملوخية الناشفة طريقتها سهلة، فكمان عمايلها في البيت احسن من الجاهزة، لان الجاهزة بيكون لونها مصفر ما بيكونش لونها اخضر. ان شاء الله الملوخية بتاعتنا النهاردة هقولك على تكات كده ان هي تكون محتفظة باللون الاخضر بتاعها، ما بتصفرش وما بيكونش فيها عبش كتير. تمام. باجيب بقى الملوخية بغسلها الأول. في ناس كتير هتقولك الملوخية الخضر الناشفة ما بتتغسلش في البيت، احنا بقى نعمل حاجة على صح ونعمل حاجة على نظافة. أنا بغسلها بقى الكمية اللي أنا جايباها مرة واتنين في المية في حلة واسعة، وبعدين بقى بسيبها تتصفى من المية، وبعدين بجيب ملاية بقى وبحطها عليها علشان تشرب المية وتتهوى بقى بالشكل ده، وبعدين ببدأ إن أنا أقرطف الملوخية. تمام. باجي بقى ولما اجي اقرطفها انا بقطف الوردة بس او الشجرة بس بتاعت الملوخية، ما بناخدش العصي علشان ما يبقاش فيها عفش كتير. ولذلك كل الملوخية الجاهزة او كل اللي بيبيع ملوخية ناشفة في السوق، هما طبعا لا بيغسلوها ولا بيقرطفوها زي ما احنا ما بنعمل كده، هما بيوقفوا الشجر بقى جنب بعضيه او بيفرشوه، وبعدين بقى تبدأ ان هي بيقولوا ان هم بيجردوا الملوخية، يعني ان هي تمسك الشجرة بقى كده تنزل كل الورق اللي فيها بقى، فبينزل بالعصي بالورق بتاعه، وبكده هم بيضاعفوا الكمية وبيدوك عليات الملوخية اللي انت بتشتريها بيكون علياتها كلها عفش. وكمان هم بيخزنوها وبينشفوها في الشمس، فكمان بتبقى لونها مصفر مش محتفظة باللون الأخضر بتاعها. فإن شاء الله هقولك على تكاية كده النهاردة علشان تخليلك الملوخية بتاعتك محتفظة باللون الأخضر بتاعها، وكمان الملوخية ما تسوسش منك. تمام. هقرطف بقى كل كمية الملوخية بقى بالشكل ده. وطبعا نشتري الملوخية من الناس الفلاحين، الورق العريضة دي بتكون حلوة وبتقطع معاكي كمية حلوة، وكمان لما احنا ناخد كمية على بعضيها منهم هتاخديها بسعر جملة مش زي سعر القطاعي. تمام. كده بقى بعد ما قرطفنا الملوخية بتاعتنا بجيب بقى ملاية وبفرش عليها بقى الملوخية في أوضة عندك بقى، في الصالة، في أي مكان عندك في الشقة، بنبدأ إن احنا نفرش الملوخية بقى بالشكل ده على الملاية. بتاخد معانا حوالي 3 أيام أو 4 أيام لحد لما تنشف. كل بقى لما تدخلي عليهم الأوضة تبدأي إن انتي تقلبيهم تقليبة كده علشان الملوخية تنشف وتتهوى. طبعا دلوقتي الجو حر فالمراوح شغالة دايما، فمش شرط ان انتي تشغلي لها المروحة مخصوص، فاحنا طبعا كل لما حد يكون قاعد في الأوضة هتشغل مروحة لحد لما تنشف. هنا بقى كان حوالي ربع يوم، فبوريك ان انا كل لما بقى كنت بقى ادخل الأوضة كنت بقلبها لحد لما نشفت وبقت بالشكل ده. طبعا لو شلتيها بقى بالشكل ده ورق بس كده هتبصي تلاقيها ان هي سوست. فاحنا عندنا طريقة هنا ان احنا بنقول عليها ان احنا هنكرم الملوخية، فهنكرمها بطريقة ان احنا نحتفظ باللون الاخضر بتاعها. ازاي؟ ان احنا بعد ما خلاص ما نشفت كده بقى وقعد 4 ايام احنا بنضيع اللي احنا عملناه بقى. هما بيعملوها بقى كده وبيضيعوا اللي هما بيعملوه بعد ما بينشفوها كده، بيطلعوها بقى على السطح في الشمس. مجرد الساعة او النص ساعة اللي بتتحط في الشمس دي، الشمس بتأثر في الورق بتاع الملوخية وبتخلي لونه بيكون اصفر، ما بتكونش الملوخية محتفظة باللون الاخضر بتاعها. طب انا هعمل ايه بقى علشان ان هي تحتفظ باللون الاخضر بتاعها بقى ده؟ بجيب بقى الصينية بحط فيها حبة بقى كده من الملوخية، وبكون مسخنة الفرن وحاطة الرف الرف اللي في النص، ومولعة الفرن من تحت بس. ما بتقعدش في الفرن حوالي 4 دقايق، وتبص تلاقي ان هي نشفت كده علشان تقدري ان انتي تفركيها في المنخل. الخطوة دي حلوة ان احنا الملوخية بتنشف معاكي وبتقدري تفركيها، علشان لو فركتيها من غير ما تدخليها في الفرن مش هتتفرك معاكي، وهتقعد تتبرم منك كده وهي بتتفرك، وهتطلع هدر ملوخية كتير. فانا بعمل بقى ان انا بدخل حبة كده في الصينية في الفرن 4 دقايق، وبعدين ببدأ ان انا اطلعها وافركها بقى بالشكل ده في المنخل السلك ده. المنخل اللي هو بتاع الردة بتشتريه بيبقى متوفر كتير جدا في الاسواق دلوقتي، وعملوا منه كمان الاستانلس مش الخشب. تمام.
يبقى انا الخطوه دي مهمه، انا بيدوب بسيبها 4 دقايق. لو سبتيها بقى زياده عن كده في الفرن هتاخد اللون الاصفر بقى اللي هي كانت هتاخده على السطح، وكمان هتاخد ريحه شياط كده مش حلوه في الملوخيه. فيدوب هم 4 دقايق، وطبعا بتلاقيها ان هي بدات ان هي تتفرك معاكي، يعني بتنشف الملوخيه بتبقى بالشكل ده. انا طبعا على ما بخلص بفرك الحبه دول، بيكون الحبه التانيين اللي انا حطيتهم في الفرن بيكونوا نشفوا، وبالتالي بتبدأي ان انت تخلصي الكميه بتاعتك على طول. تمام، شايفين بتتفرك ما شاء الله، يعني مجرد ان احنا سيبناها 4 دقايق في الفرن بتبدأ ان هي تتفرك بقى بالشكل ده. وشايفين محتفظة باللون الاخضر بتاعها ما شاء الله، مش زي اللي احنا بنشتريها جاهزة. وعلى العموم انا مفيش مرة اشتريتها من بره جاهزة إلا لما بيكون علياتها عفش اصلا، والله العظيم، وبلاقي فيها زلط. فنعمل حاجة في البيت، ويعني هتتعبي يوم بس هتستريحي بقى بقية السنة، هتجيبي يا دوب تعملي على الاكل على طول. هوريك الخطوات كلها، فتابعوا الفيديو ان شاء الله للنهاية، وان شاء الله تستفادوا. ان شاء الله ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة. ان شاء الله وصفات تانية كتير، حلويات، وهنعمل اكلات حلوة كتير، بس احنا بس بنعمل كده الحاجات اللي هي الاساسيات بتاعت البيت الاول. ده كده الهدر اللي هو بيطلع بقى، اللي هم حبة العفش اللي طلعوا من الكمية اللي احنا فرقنا. شايفين الملوخية بتاعتنا ما شاء الله بجد لونها حلو جدا، وده لونها حقيقي مش فلتر ولا اي حاجة، بجد هي محتفظة باللون الاخضر بتاعها، علشان انا نشفتها في الظل وما طلعتهاش في الشمس خالص، وسخنتها في الفرن وبدأت ان انا افركها. هنا بقى بعد ما فركتها لسه في خطوات تانية، هبدأ ان انا بقى اجمعهم على جنب. ده كده اللي هو العفش اللي طلع من كمية الملوخية اللي كنا عاملينها كلها. وطبعا هبدأ بقى في خطوات تانية، اجيب بقى المنخل تاني وهعبي بقى كل كمية الملوخية بتاعتي، وبعدين هبدأ ان انا انخلها. الخطوة دي حلوة علشان انت لو في اي عفش تاني ما تضطريش في الخطوة اللي هنعملها بعد كده ان انت تفضلي تعملي فيها كتير. بنخله بقى بالشكل ده، اللي هو الملوخية الحلوة هتنزل تحت والعفش هيتبقى في المنخل. لحد لما خلصت كل الكمية بقى بالشكل ده، والحبة العفش بقى اللي طلعوا دول هرميهم بقى مع الحبة التانيين اللي طلعوا. بجد هنا هدر بسيط، لو انت اشتريتي كيلو ملوخية ناشفة من بره هيطلع نص عفش. احنا هنا دول حوالي 10 كيلو ملوخية، طلع منهم مفيش حوالي يعني ملو الطبق بس اللي انتوا شفتوه ده من الحبة كلهم. تمام كده بقى، بعد ما خلصنا خطوة المنخل بعملهم بقى على جنب، وبنبدأ ان احنا نهف الملوخية. نهفها يعني ايه؟ يعني ان انا بجيب بقى طبق زي ده وبحط بقى فيه حبة بقى بالشكل ده، وببدأ ان انا اعمل خطوة زي ما انتوا شايفينها كده. كده بقى بتطير الحبة الناعمة اللي هي هتطبخ، والحبة اللي هي بقى هيكون فيها عفش بتتبقى في الطبق. انا طبعا هنا مش بنفخ ببقي ولا حاجة، انا يا دوب ان انا بتعملي الطبق زي ما انا ما بعمل كده. الحبة الناعمة بتطير على الصينية، والحبة العفش بتبقوا في الطبق او العصر اللي هي بتاعت الملوخية. تمام، وطبعا دي اللي هي طريقة التغربلة او الهف. كانوا زمان بيعملوا القمح بالشكل ده، بيهفوه بالشكل ده، القمح بينزل كده، والعفش بتاع القمح او القشر بقى بتاع القمح كان بيتبقى في الغربال اللي هم كانوا بيعملوا بيه. فان شاء الله اعملوها كل الخطوات دي، حتى لو انت بقى اشتريتيها مكرمة جاهزة زي الخطوة اللي احنا معانا دي، لازم لما تيجي بقى في البيت تعمليها بقى بالطبق كده علشان العفش اللي فيها ينزل، وتنخليها برضو بالمنخل علشان بيبقى فيها في الغالب زلط والله العظيم. فاحنا طبعا لازم تعملي الخطوات دي، حتى لو انت ما اشتريتيش الملوخية وما قرطفتهاش في البيت واشتريتيها كده جاهزة من عند العطار، تعملي بقى من اول خطوات اللي احنا نخلناها بالمنخل وبعدين هفناها كده بالطبق. تمام، علشان تاكلي بقى احلى طبق ملوخية، ما تلاقيش بقى وانت بتاكلي كده الزلطة جت تحت ضرسك، فطبعا تبقى مش ظريفة. فببدأ ان انا انخل بقى كل كمية الملوخية بقى بالشكل ده، بيتبقى العفش في الطبق زي ما قلتلك، والملوخية بتنزل. ولسه في خطوات تانية هنعملها وهنشوف هنخزنها ازاي علشان ما تسوسش منك. تمام، ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وان شاء الله هتستفادوا. خلاص بقى انا كده خلاص، شايفين حتى هتلاحظوا دلوقتي هوريكم اللي هو بيتبقى في الصينية بيبقى كله عفش بالشكل ده.
شايفين بقى اللي طلع من الملوخية اللي احنا هفيناها، ودي كده الملوخية اللي هتبقى جاهزة على الطبخ، بس لسه في خطوة كمان هنعملها معاها. شايفين دي من دي، ده كده العبش. طبعا في ناس بتجيبها تطبخها بعبشها كده، ما بتعرفش الخطوات دي. فان شاء الله تابعوا الفيديو، شيروه مع اصحابكم علشان الكل يستفاد. انا على العموم كان في واحده جاره ليا هنا، فكانت تقول انا ما بحبش اكل الملوخيه الناشفه دي، فبقول لها ليه؟ طب تبقى حلوه. قالت لا، ما هو اصل انا الواحد طول ما بياكلها كده بيقعد يطلع من بقه عبش. بقول لها لا، انت بتعمليها ازاي؟ هي بتجيبها بقى من عند العطار، بتطبخها بعبشها، ما بتعملش الخطوات اللي احنا بنعملها دي. فان شاء الله نشير الفيديو مع اصحابنا عشان الكل يستفاد. الخطوه بقى اللي بعد ما هفيناها، بنجيب بقى المنخل اللي هو بتاع الدقيق، بحط بقى فيه حبه بحبه بقى بالشكل ده، وببدا انخلها. النخله دي بقى هنا هتنزلك التراب اللي بيكون في الملوخيه، او مش التراب بقى، الناعم خالص اللي بيكون موجود في الملوخيه. تمام. وبكده بقى هي بتكون جاهزة معانا على الطبخ، وأحلى طبق ملوخية إن شاء الله تاكلوه في الشتاء. طبعا الملوخية لما بتكون جاهزة بقى، وطبعا عندك كمان حبة شوربة، بتسهل عليك يعني حتى لو مفيش لحمة ومفيش أكل، تعملي طبق ملوخية وطبق باذنجان مخلل، وبكده أصبحت عندك وجبة سهلة على طول. ده بقى اللي هو طلع منه، ده اللي احنا هنرميه. شايفين ناعم ازاي؟ بيبقى زي التراب الناعم. هرميه بقى هو كمية العفش اللي طلعت دي، وهبدأ ان انا اتخلص منهم. ودي كده بقى كمية الملوخية اللي احنا عملناها النهاردة. شايفين ما شاء الله بجد لونها اخضر ونظيفة، لا فيها زلط ولا فيها عفش ولا فيها اي حاجة. هاجي بقى اخزنها ازاي؟ بجيب ازازة بقى بتاع مية، بتكون ناشفة ما فيهاش اي نقطة مية علشان ما تبوظ لكيش الملوخية. وهبدأ بقى ان انا اعبيها. طبعا لما اوقف الازازة في الصينية هبدأ اعبيها، تتعبى معاكي بكل سهولة، ما تقلقيش. بس طبعا فكرة الإزازة فكرة حلوة، ان هي ما بتاخدش معاكي مساحة في ضرفة المطبخ، وكمان الملوخية ما بيدخلهاش اي صوص، علشان لو انت حطيتها في كيس مع الوقت، وطبعا شارية فول، شارية فاصوليا، شارية اي حاجة تاني، وصرح منها صوص، هيدخل على الملوخية من الاكياس. انما احنا كده في الازازة حكمناها ان هي ما يدخلهاش اي صوص نهائي. فان شاء الله اعملوها كده. وطبعا هتقولوا هتعبيها ازاي؟ هقولك برضو على فكرة ان احنا هنا بجيب العصاية بتاعت الاسباتيولا، او اي معلقة عندك رفيعة هتدخل في الازازة، وببدأ اكبس بقى كده علشان ما يبقاش فيه فراغات هوا، وعلشان الازازة كمان تاخد معايا كمية حلوة. بفضل اكبس بقى كده بالعصاية، وبجد والله جربوها. فكرة الازازة احسن من فكرة ان احنا نحطها في اكياس، وفكرة ان احنا كمان جاهزينها كده تبقى على الطبخ سهلة على طول. وكمان الناس اللي هي بتشيلها ورق بس من غير ما تكرمها زي ما احنا ما عملنا كده النهاردة في الفيديو، سهلة ان هي تسوس وفي الاخر الملوخية بتترمي. انما دي والله العظيم يعني طرق من السنة دي للسنة الجاية واللي بعديها كمان ما يجرالهاش اي حاجة. ممكن لو انت عاملة بقى كميات، عاملة لك ازازتين 3، تقدري ممكن لو عايزة تشيليها في باب التلاجة مفيش اي مشكلة، ده من باب الحفظ. هتستعمليها بقى قريب يعني، تحطيها بقى في ضرفة المطبخ او في درج المطبخ، مش هيجرى لها اي حاجة. شايفين انا بكبسها بالعصاية بالشكل ده، بضغطها كده لحد لما تاخد معايا كمية حلوة. فان شاء الله جربوا، وان شاء الله اعملوا الحاجة في البيت انضف واحسن من الجاهزة. وكمان والله ما كلفتنا حاجة يعني. انا كنت شارية ال15 كيلو ب50 جنيه، فيعني طبعا السعر حسب ما عندك، بس مهما كان برضو احسن من الملوخية الجاهزة. السنة اللي فاتت كان الكيلو ناشفة ب60 جنيه، وكانوا مش لاقيينها، وكان الناس برضو ايه بتبقى علياتها عفش. هغطيها بقى بالشكل ده، وبعينها بقى في ضرفة المطبخ، وخلاص على كده. وهنيجي بقى نستخدمها. هتقولي طب ولما تيجي بقى تخرجيها؟ عارفة حد هيقول كده والله. اما تيجي بقى نفضي منها، هنفضي بقى منها ازاي؟ هنقطع بقى الازازة ولا هنعمل ايه؟ هقولك لا، الحل بسيط خالص. بالمعلقة كده او بالعصاية برضو بتاعت الاسباتيولا، وهتبصي تلاقي الملوخية نزلت معاكي بكل سهولة. الكمية بقى اللي انت عايزة تطبخيها كده بتبقى احسن من الاكياس، واحسن من ان احنا الحاجة تسوس، واحسن من ان احنا نشيلها ورق بس. فان شاء الله هاتوا واعملوا في البيت، حتى لو الحاجة غالية، بس في البيت لما نعملها بالطريقة دي بتبقى انضف واحسن، وبتاكلي حاجة مضمونة. فطبعا الغالب بتاعت الجاهزة راقدة عند العطار، بتبقى في الرايح واللي جاي عربيات وتكاتك وتراب، وتحت الاسواق بيبقى كلها تراب. فيعني احنا
هنتعب يوم بس هنعمل حاجة نظيفة وحاجة كده الواحد لما بياكلها يبقى مبسوط. فان شاء الله هاتوا واعملوا في البيت، وان شاء الله اتمنى تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك للفيديو عشان القناة تكبر بيكم. واتمنى كده لو تتعبوا شوية وتشاهدوا الفيديو او نص الفيديو علشان تستفادوا، وعلشان انا استفاد ان انا اكمل الشرط التاني من شروط اليوتيوب اللي هو 4000 ساعة مشاهدة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.